It's not always easy to speak in time like this. There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. The escalations in the recent weeks is unbearable to witness. All lives are sacred and must be protected. The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately. The people there are in terrible conditions. The scenes at the hospital last night were horrifying. The people of Gaza need food, water, and medical supplies urgently. I'm calling in the world leaders to come together to prevent the further slaughter of innocent souls. Humanity must prevail. تستسلم، لا تستهين، لا تستكين. تمكن الأهلي من كهرباء من عودة مرة أخرى. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين متابعين قناه جدايز وولز في كل مكان واكونت جدايز 99 على التيك توك والانستجرام. معاكم طبعا محمد جدار الله النهارده، وزي ما عودنا حضراتكم احنا كل فتره بننزل حلقه بنتكلم فيها عن اخر الاخبار الرياضيه الخاصه بالنادي الاهلي والزمالك والاخبار على الساحه الرياضيه الافريقيه والعالميه والمصريه. طبعا النهارده عندنا حلقه كبيره تشمل حاجات كتير جدا جدا على الساحه الرياضيه الفتره اللي فاتت ونتكلم مع حضراتكم عنها يعني جزء جزء. فان شاء الله النهارده باذن الله حلقه تنال اعجابكم، واتمنى ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه، وطبعا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. مش هطول حضراتكم اكتر من كده، يلا نبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده اول حاجه خلينا نبدا بقى مع حضراتكم لاخر الشارع الرياضي. اول حاجه عن نادي الزمالك وتفاصيل الانتخابات الخاصه بنادي الزمالك وفوز الكابتن حسين لبيب والقائمه الموحده بالكامل بمقاعد اداره مجلس نادي الزمالك في الفتره المقبله. طبعا خبر حلو جدا ان القايمه هتكون كلها مع بعض، مش هيبقى فيه اي اتفاقات او ائتلافات او يعني تفكك داخل المجلس، هيكون كله بنفس الفكر داخل بيه عشان يطبقوا الفكر والبرنامج اللي وعدوا بيه جماهير نادي الزمالك، اللي طبقوه وعدوهم بيه هيطبقوه على ارض الواقع ان شاء الله. رايي الشخصي انا في هذه القائمه، طبعا هي قائمه يعني موفقه جدا ان شاء الله، قائمه على قدر كبير جدا من التوافق، انها تشمل مجموعه من الرياضيين ورجال الاعمال وصحاب الفكر والناس المخططين كتخطيط، بجانب عناصر الشباب اللي عندها امل وطموحات واعده لجماهير الزمالك. فانا شايف ان القائمه كويسه تحقق طموحات ان شاء الله جماهير الزمالك وتعمل التوافق في الوعود والتخطيط والافكار بتحقيقه على ارض الواقع ان شاء الله. فطبعا كانت انتخابات قويه جدا، ويعني كانت تعتبر شيء محسومه في جميع المقاعد ما عدا مقعد النائب كان كابتن استاذ هاني عتال، يعني حصل حوالي 9020 صوت ومقابل 9440 صوت للكابتن هشام نصر، في 420 صوت فقط عن كابتن هاني عتال. ولكن باقي المقاعد بالنسبه للرئاسه كان الكابتن حسين لبيب 15000 صوت، اقرب حد كان الكابتن فاروق جعفر 2000 وحاجه، والكابتن عمرو هيدي كان حوالي 600 وحاجه، زميل في 600 وحاجه، والكابتن كان اللي هو الرابع ده 94 صوت. يعني كده داخلين منظر زي ما قلت لحضراتكم، ولكن اللي يهمنا الكابتن حسين لبيب حقق المتاح منه او مطلوب منه وكسب الانتخابات باكتساح كبير جدا، واتمنى التوفيق للزمالك الفتره المقبله. عندنا بقى خبر اخر الا وهو النادي الاهلي والسوبر ليج، وان هو عاد من تنزانيا بتعادل ايجابي مريح جدا. شايف ان المباراه كانت قويه جدا وبدايه قويه جدا للسوبر ليج، وانا شايف ان الاجواء حلوه. النادي الاهلي كان بامكانه يكسب اكتر من كده في بدايه المباراه، 3 4 اهداف على الاقل ضايعين، ولكن الاهلي طبعا اللي بيضيع يستقبل، وبالتالي نادي سيمبا على قد كده كويس جدا، امكانياته مش قويه ولكن بيقدر يلعب كوره على ارض الواقع كويسه، عمل مباراه كويسه، جاب كوره في العارضه، النادي جاب كوره في العارضه في الاخر كانت اوفسايد، ولكن ان انا شايفه النادي السيمبا والنادي الاهلي كانت مباراه كويسه في بدايه السوبر ليج. وطبعا النادي الاهلي يعني مباراه سهله ليه في الفتره هتبقى سهله ليه في العوده ان شاء الله بالنسبه في القاهره مع سيمبا، وهتكون طبعا اضافه قويه جدا بالكره الافريقيه على راي كولر، وانها هتضيف كتير جدا وتخلي انظار الجميع للناحيه الافريقيه لها السبق في دوري السوبر ليج عكس الدوريات الاوروبيه. وبرده من الجزئيه دي هناخد منها ان هو جزئيه موتسيبي، ان هو قال لك ان نادي الزمالك ان شاء الله من اكبر الانديه، وبدايه الموسم السنه الجايه يعني من نادي السوبر ليج هيكون هو متواجد في السوبر ليج. طبعا عندي عتاب كبير جدا عليه مع احترامي لسيمبا، ولكن نادي الزمالك قيمته كانت اكبر من سيمبا واكبر من بعض الانديه اللي موجوده، ولكن هي حسابات وقوه مجلس اداره الزمالك لما يكون قوي لازم يكون لك كلمه، فده طبعا نتيجه التراكمات اللي كانت موجوده على نادي الزمالك. عندنا بقى الجزئيه الثالثه الا وهي عايزين نتكلم عنها عشان بشكل كبير. هو عندنا جزئيتين، ان هو جزئيه فتوح والتجديد زي ما قلت لحضراتكم اخر المستجدات،
وموقف صلاح واللاعبين من القضيه الفلسطينيه. اول حاجه خلينا نتكلم برضو عن موضوع فتوح كده خالص راح في الاخر، ان حتى الان هو راجل منتظر زي ما قلت لحضراتكم في اخر فيديو، وعن مجلس الاداره لما يجي ووعودهم ليه الكابتن هشام نصر، ووعود الاساتذه المحترمين في المجلس والكابتن هشام عتال، والوعود القويه للاعب ان هو هيتم ترضيته ويتم التأجيل لمده 3 مواسم وكل حاجه هتتم. وقال لهم انا لو، وقال الناحيه الثانيه النادي الاهلي، انا الراجل لو ما خرجش من نادي الزمالك والموضوع ما كملش هاجي لكم. ولكن راجل صريح، وعجبني فتوح ان هو من البدايه قال لهم انا هقعد مع الزمالك واشوف الموقف، لو تم خلاص هجاهد مع الزمالك، رغبه الامور الاخيره للزمالك، لو ما تمش الموضوع هيكون رغبتي النادي الاهلي بعد كده. فخلاص احنا كده بقى كوره في ملعب الكابتن حسين لبيب ومجلسه خلاص، ان هو الموضوع حسم في الانتخابات. فاتمنى التوفيق بقى ان هم يجدوا الفتوح واللعيبه القويه اللي الزمالك عايزها، والكابتن احمد سامي هياخد دور كبير جدا جدا في ترضيه، او هيجيب لعيبه كبيره جدا على مستوى الافريقي او مستوى المحلي. اتمنى التوفيق ليه ان شاء الله في الفتره المقبله. نتكلم بقى عن جزئيه صلاح ونستفيد فيها واللاعبين وموقفهم من القضيه. هنتكلم حضراتكم بشكل عملي. هو انت موقف صلاح، طبعا موقف صلاح موقف سيء جدا جدا، بيان حيادي جدا جدا، عادي جدا، مالوش اي نوع او معنى ان هو بيان من لعيب اجنبي بيقول يا جماعه لا للتعصب، او احنا نهدي الاجواء، واحنا يعني كل واحد يقعد في حاله وكل ارواح مقدسه. ويعني انا دي الوحيده اللي انا توقفت عندها. ولكن انا حابب اقوله ان صلاح كان لابد يكون موقفه اكبر من كده، كان المفروض يعني يقف في صف اخواته المسلمين اكتر من كده، كان يكون موقفه داعم اكتر من كده وافضل من كده، وان كان يكون ملامح البيان او ملامح الفيديو واضح وموجه بشكل كبير. ولكن الراجل وقف في منطقه النص، مسك العصا النص زي ما بيقولوا، ولا في معدود ولا معدود، رضى الجميع. وفي الاول وفي الاخر هو عشان يتقال هو عمل اللي عليه وعمل فيديو. ولكن كل المصريين عارفين وكل العرب عارفين ان صلاح مش ده موقفه المفروض اللي يتم منه، او مش الكلام اللي يكون يتكلم او الطريقه اللي يتكلم بيها. ولكن احنا كل حاجه يعني هو عند ربنا، النوايا بتبقى تحسب عند ربنا. ولكن موقف صلاح هيدل ان هو موقف ليس بافضل حاجه، ان هو موقف فعلا مش موضح يعني الحماسه بتاعته، او ان هو ليه موقف قوي بالنسبه لاخواته المسلمين. اما اللي باقي اللاعبين، انا شفت معظم اللاعبين طبعا، كان اقواهم طبعا احمد حسن كوكا، ويجي بعديه محمد الشناوي طبعا اكيد، ومحمد النني وازيزو من اوائل اللعيبه اللي عملت الموضوع ده هو محمد النني وكوكا. ولكن سيظل احمد حسن كوكا افضل موقف في اللاعبين واقواهم واكثرهم توصيلا للرساله. وطبعا موقف اوزيل جدا جميل جدا، بنزيما اللي هو زي يعني اخبار كبيره جدا ان هو يتم سحب الجنسيه منه مقابل ان هو عمل فيديو. فهنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل الفتره المقبله ان شاء الله. فده كده انا وضحت لكم موقف صلاح ورأيي الشخصي وتحليلنا ليه بشكل عام واللاعبين، واتكلمنا عن نادي الزمالك والقضايا المتعلقه باللاعبين والانتخابات، ونادي طبعا يعني مباراته في الاخير. كده احنا لمينا لكم الاخبار في الساحه الرياضيه على النحو يعني لحظه بلحظه، واتمنى يكون انا في فيديو لميت لكم الاخبار بشكل سريع وبشكل كامل ان شاء الله. كده يكون وصلنا مع حضراتكم نهايه الحلقه. لو الحلقه عجبتك ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وتدعم صفحتنا على البيج فيسبوك باسم محمد جد الله وجديلي سبورتس. كان معكم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في حلقه قادمه. سلام.